ازيكم يا ابطال ستة ابتدائي عاملين ايه؟ النهارده هناخد درس نعرف فيه عائلات الارقام، ونعرف ازاي نقارن بين كل عيلة وعيلة. نعرف ان في عائلات بتحتوي العائلات التانية، وكمان بيبقى في نمبر لاين بتقدر تريبريزنت عليه كل العائلات دي. تابعوا معايا، ما تروحوش في حتة، ويلا بينا. ماشي يا شباب. اول حاجة هنبدأ بيها النهارده وهي اسمها الكاونتنج نمبرز. الانسان البدائي كان آه بيحاول يكتشف حاجة يعد بيها أو بيبدأ يحسب، فبدأ يكتشف الكاونتنج نمبرز. كاونتنج نمبرز يعني إيه؟ يعني أرقام اللي أنا بعد بيها. زي مثلا اللحمة، قدامنا هنا في واحد اتنين تلاتة أربعة، في أربع حتت لحمة. هو الإنسان البدائي قالك أنا عندي أربع حتت لحمة، فبعد ما قعد يعد اكتشف إن هو اكتشف نوع الأرقام ده، وهو اسمه الكاونتنج نمبر. طيب دي أول حاجة معانا النهاردة. بس تعالوا كده نشوف ايه اللي جوه الكاونتنج ده. مستر، هو هنا ممكن ابدا اعد من الزيرو؟ يعني ممكن مثلا اقول ادي زيرو لحمه، واحد لحمه، اتنين لحمه، تلاته لحمه؟ لا، احنا بنعد بنقول واحد اتنين تلاته اربعه. تمام تمام. طيب اذا فانا ببدا اعد من ال1. يبقى الكاونتنج نمبرز بتاعتي بتبدا begin with 1 and continue without ending. continue without ending يعني بتكمل تبقى 3 4 5 6 7 8 لحد 2000 to مليون هكذا بقى فيما فوق. طيب بس هي دي الكاونتنج نمبر، ودي الدايرة أو العيلة بتاعة الكاونتنج نمبر. بعد كده الإنسان تحضر شوية، وتحضر جامد يعني، وعمل حاجة اسمها ATM أو المكنة اللي أنا بروح أسحب منها فلوس. فالمكنة ديت ما كانش ينفع نخليها فاضية. لما افرض انت معكش فلوس، ما كانش ينفع نخليها فاضية. ليه؟ علشان انا مش هعرف هي كده شغالة ولا مش شغالة، ولا بتطلع فلوس ولا ما فيهاش فلوس، مش هعرف. فقال لك انا هخترع حاجة اسمها الزيرو. اخترع حاجة اسمها ايه؟ الزيرو. طيب علشان لما يجي الراجل يروح يبص وما يكونش معاه فلوس، يطلع له زيروهات على الشاشة تقول له ان هو معهوش فلوس، والراجل ده يمشي. طيب ادي الراجل مشي. طيب يبقى الناتشرال نمبرز هي الكاونتنج نمبرز بس فيها الزيرو. الناتشرال نمبرز بالعربي اسمها الاعداد الطبيعيه. يبقى كده احنا خدنا الناتشرال نمبرز وخدنا كاونتنج نمبرز. ما اعتقدش ان في مشكله في الاثنين دول سهلين جدا بس. طيب تعال نخش على اللي بعده. اه في حاجه بقى تانية اسمها الانتجرز. اسمها ايه؟ الانتجرز. الانتجرز بالعربي معناها الاعداد الصحيحه. بعد ما انسان تطور آه تطور جدا وبقى ذكي جدا، فقال انا في حبة حاجات عايز افكر فيها واعملها بشكل ارقام. مثلا عندي في روسيا بيقول لك انا عندي 10 درجات تحت الزيرو. عندي 10 درجات تحت ايه؟ الزيرو. تحت الزيرو او بلو زيرو. عايز يشكلها في شكل رقم. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. بيقول لك انا عندي غواص اهو 5 متر below the sea level، يعني تحت مستوى البحر. طيب فهم قالوا انا عايز اسمي الحاجات دي، ما انا مش هسيبها طايره في الهواء، لازم اديها اسم. عشان مثلا لما عاوز استخدمها اقول ده هي ديت احنا استخدمناها وكانت انتجرز. طيب فمش كل مره هاجي اقول بلو زيرو اندر ذا سي ليفل. فقال لك احنا نعمل حاجه جميله جدا، وهي اسمها النيجاتيف نمبر. هي اسمها ايه؟ النيجاتيف نمبر. يعني التن ديت كانت بلو زيرو. دلوقتي بعد ما شلنا كلمة بلو زيرو لقينا في نيجاتيف ظاهر هنا. يبقى النيجاتيف ده بتاع ال 10. يبقى لما اجي انطق دي اقول نيجاتيف 10. اقول كام؟ نيجاتيف 10. طيب افرض عايز اقول نيجاتيف 3، انا قلتها اصلا. افرض عايز اقول مثلا سالب 9، او بال 9 degrees under 0 اقول نيجاتيف. طيب انا كده قلت نيجاتيف 10. طيب افرض انا عايز اقول 9 degrees below 0، يعني
9 درجات تحت الصفر، هقول نيجاتيف 9. طيب افرض انا عليا 20 جنيه لواحد صاحبي، يعني انا في لوس 20 باوند، فانا هقول نيجاتيف 20. طيب وهكذا. يلا نشوف المثال اللي بعده. بيقول لك ان ده غواص، والغواص ده 5 متر below the sea level. 5 متر below the ايه the sea level. يبقى لما يجي يقول لي below the sea level، لما يجي يقول لي اي حاجه سلبيه فيها below loss under ايه تاني below loss under backward، كل الكلام ده هيبقى فيه نيجاتيف. يعني لما اجي اكتب لما اجي انطق ال 5 متر ديت ممكن اقول نيجاتيف 5 متر، نيجاتيف 5. ماشي. طيب يبقى احنا عرفنا الانتجرز هي الاعداد الصحيحه. الاعداد الصحيحه هيبقى فيها كل النيجاتيف نمبرز، كل النيجاتيف نمبرز. طب زائد مين يا مستر؟ زائد البوزيتيف نمبرز والزيرو، زائد البوزيتيف نمبرز والزيرو. معنى كده يا مستر انت عايز تقول لي من الاول خالص ان الناتشرال نمبرز كان فيها الزيرو مع الكاونتنج نمبرز؟ فاحنا نقدر نشيل دي ونحطها جوه الناتشرال نمبر. تمام. يلا. معنى كده ان الكاونت الناتشرال نمبر جواها الكاونتنج نمبرز يا مستر. صحيح. وايه تاني؟ ايه تاني هتصدمنا بايه تاني؟ هصدمك ان برضو الانتجرز، استنى بس نعمل ايه، برضو الانتجرز فيها الكلام ده كله. يعني الانتجرز فيها الكلام ده كله. ايوه يا باشا، امال انت فاكر ايه؟ الانتجرز جواها الناتشرال نمبر وجواها الكاونتنج نمبر. يبقى الانتجر جواها الناتشرال نمبرز وجواها الكاونتنج نمبرز. طيب وجواها برضو وجواها برضو النيجاتيف نمبرز، جواها برضو ايه؟ نيجاتيف نمبرز. طيب يبقى انا كده عرفت كام حاجه حلوه حلوه. يبقى انا كده عرفت كام حاجه كويس. كاونتنج نمبر هي ارقام بتبدا تعالوا نقرب كده. كاونتنج نمبر هي ارقام بتبدا من واحد وملهاش نهايه. ديت بيستخدموها للعد، او ديت ارقام العد ما فيهاش زيرو. اصلا ما بعدش من زيرو يا مستر، ما بقولش زيرو لحمه، اتنين لحمه، سوري، زيرو لحمه، واحد لحمه، اتنين لحمه، تلاته لحمه. ما بقولش كده، انا بقول واحد اتنين تلاته اربعه، بقول واحد اتنين تلاته اربعه. طيب يبقى مستر كاونتنج نمبر هي كل الارقام اللي انا بعد بيها. بعد كده خدنا الناتشرال نمبر، وخدنا الراجل الطيب اللي طلع يجري ده قال لك انا رايح المكنه ومعيش فلوس، انا رايح المكنه ومعيش فلوس، فلازم يظهر لي زيروز او يظهر لي حاجه تقول لي ان انا معيش فلوس، مش ان المكنه فاضيه. فراح ظاهر له زيروز، ظاهر له ايه؟ زيروز. فراح الراجل زعل وادي مشي اهو. صح؟ بيمشي. طيب يبقى دي مشي وخد الزيروز معاه. طيب يبقى دي الناتشرال نمبر. وقلنا الناتشرال نمبر هي كل الارقام العاديه معاها الزيرو. معاها مين؟ الزيرو. عشان كده خدنا حاجه اسمها الانتجرز، وانتجرز هي كل الارقام العاديه ومعاها الزيرو، ومعاها كمان حاجه اسمها النيجاتيف نمبرز. وعرفنا ايه هي النيجاتيف نمبرز. النيجاتيف نمبرز هي ارقام بتدل على حاجه بلو او لوس او اي حاجه فيها خساره، هي نيجاتيف نمبر. تمام تمام. وفي الاخر خالص اكتشفنا ان دول 3 عائلات وكل عيلة تحتوي التانية. يعني الانتجرز بتحتوي مين ومين؟ بتحتوي الناتشرال نمبرز علشان معاها الزيرو، والكاونتنج نمبرز علشان الانتجرز موجود جواها نيجاتيف نمبرز والزيرو، والبوزيتيف نمبرز نيجاتيف نمبرز والزيرو والبوزيتيف نمبرز. طيب هيجي واحد بقى يسألني، هو سؤال حلو الصراحة، يعني ده عجبني. اللي قال لي يا مستر، هو ده كده الزيرو الجميل ده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ اه قول لي انت، تتوقع هو نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ماشي. لا 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 لا، انا عارف. في حد قال ان هو نيجاتيف، حد قال ان هو بوزيتيف، ولكن الاتنين غلط. امال ايه يا مستر؟ ده نيزر نيجاتيف نور بوزيتيف، يعني ولا ده ولا ده، يعني هو مش نيجاتيف وهو مش ايه؟ بوزيتيف. الله ينور عليك يا معلم. تعال نخش على اللي بعده. طيب
وراجعنا على الحاجات دي كلها. تعال نخش على اللي بعده. مديني حبه اكزامبلز، بيقول لي اني واحد فيهم انتجر. اقول له ايه يا معلم؟ انا الانتجر قلنا يا مستر ان هو ما فيهوش كسور، ما فيهوش اي 0.5 مثلا، تو نمبرز اوفر بعض ما لهمش اجابه معينه، فده كده مش انتجر، ده كده مش ايه، مش انتجر. طيب انا شايف ده يا مستر ده في بوينت او ديسيمال، فده كده not integer، not ايه، integer. طيب بعد كده بي، يا مستر دي نيجاتيف 5، ما فيهاش ديسيمال، ما فيهاش فراكشن في ديسيمال، فانا هقول ان هو انتجر. طيب تعالوا نقول مثلا ان الانتجر هو اللي بالاحمر، لا الانتجر هو اللي بالاخضر، اللي مش انتجر هو اللي بالاحمر. ماشي اهو، يبقى ده كده انتجر وده كده مش انتجر، صح؟ طيب ماشي، تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده ده يا مستر، لا ده فيه كسور يا مستر اهو 5.5، فده نوت ان انتجر. استنى كده ايه، نعملها غلط عشان محدش يطلع. طيب طيب هنا يا مستر لو انا قلت 5 او 4 اوفر 5، فانا هشوف 4 اوفر 5 ديت ليها، ده المفروض ديفايد العادي، هل هيطلع ديسيمال ولا مش ديسيمال؟ اكيد يا مستر ده الفرق بين ال 4 وال 5 1، فهنا هيطلع ديسيمال، هيطلع ايه، ديسيمال. اذا في الحاله ديت not an integer. هنا 7 اوفر 7، بس انت دي فراكشن يا مستر، دي فراكشن، ولكن الاجابه بتاعتها ب 1، الاجابه بتاعتها بكام، ب 1، فده كده انتجر، صح؟ طيب يبقى مش اي حاجه فراكشن هتطلع نوت انتجر، في حاجات فراكشن ممكن تطلع انتجر زي اللي جايه دي كده. عندي 12 divided 3 او 12 over 3، فانا بمسك ال 12 اعملها divided 3 هتطلع بكام؟ الله ينور عليك، ب 4، صح؟ طيب ال 4 ديت انتجر، ال 4 ديت انتجر يا مستر، اذا فاحنا عرفنا هنا مين الانتجر ومين لا. المثال اللي بعده، هنا بيقول لي، بقول لك ايه write an integer to represent each of the following situation، يعني اكتب انتجر علشان تعبر عن الحالة او الموقف اللي جاي. بيقول لك هنا a profit of 25، كلمة profit ديت معناها مكسب، يبقى ديت حاجة إيجابية ولا حاجة سلبية؟ يا مستر دي حاجة بوزيتيف، حاجة فيها بوزيتيف، أنا بروفيت أنا كسبت، يبقى ديت هنكتب ال 25 دي بوزيتيف، هنكتب ال 25 ديت إيه؟ بوزيتيف. طيب B a loss of 3 باوند، طيب أو a loss of 3 جنيه يعني طيب خسارة 3 جنيه، يبقى كلمة loss معناها خسارة، هل دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة يا مستر، أنا مش عايز أخسر، هتبقى نيجاتيف، حاجة سلبية، نيجاتيف 3، هتبقى نيجاتيف 3. طيب اللي بعد بيقول لك يا معلم 10 degrees below zero، 10 درجات تحت الصفر، معنى كده يا مستر يبقى هنا تحت الصفر يبقى هنحط نيجاتيف علشان ديت حاجة سلبية، زي المثال اللي احنا خدناه فوق، صح؟ المثال ده كانت 10 degrees below zero. طيب بعد كده بيقول لي increase of 75، كلمة increase ديت حاجة بتزيد، يبقى ده إيجابي ولا سلبي؟ الله ينور عليك، دي بوزيتيف تبقى 75. يلا اللي بعده، فوق معايا كده، شفتك وأنت بتنام، فوق. طيب فوقت، قوم اغسل وشك، واقف في الفيديو، ماشي تمام، يلا تعالى. 6 متر above the sea level، يعني فوق السي ليفل، فوق مستوى البحر، دي حاجة سلبية ولا حاجة إيجابية؟ حاجة إيجابية مثلا، أنا فوق، يبقى ديت حاجة بوزيتيف، صح؟ طيب هتبقى 6. 19 متر below ground، 19 متر تحت الأرض، دي حاجة سلبية ولا حاجة إيجابية؟ حاجة سلبية طبعا، أنا مش عايز الدفت، صح؟ تبقى النيجاتيف 19. أنا بكتب بالأخضر ليه؟ تعال نكتب بالأسود، يلا. A building is 12 meter height، يعني البيلدينج ارتفاعه 12 متر، فدي حاجة سلبية ولا حاجة إيجابية؟ الله ينور عليك، بس من غير ما تكمل أنا عارف إنك هتقول دي حاجة إيجابية ودي حاجة لفوق، إذا فهي حاجة إيجابية فهتبقى 12.
طيب 4 steps backward يعني 4 خطوات لورا، حد يحب يمشي لورا؟ لا طبعا، فديت حاجه سلبيه، فانا هقول له نيجاتيف 4. طيب والنقطه ديت مهمه زي النقط اللي وراها كلها، ان انا ممكن اعبر عن الانتجرز على النمبر لاين ده. ممكن اكتب البوزيتيف نمبرز كده والنيجاتيف نمبرز كده، وحاجه اسمها اوريجين اللي هو الزيرو. حاجه اسمها ايه؟ الاوريجين اللي هو الزيرو. طيب بالمناسبه، عشان بس بما ان احنا شفنا اوريجين، واوريجين ديت معناها الاصل، بس هنا مثلا انت ما قلتلناش date starts from A و ends from A. انا عارف ان ال natural number begins with 0 and continue without end، وال counting number begin from 1 and continue without end. طيب integers بتبدأ منين وبتنتهي منين؟ ما انت ما قلتلناش، نعرف منين؟ تعالى كده نبص. يمكن انا ممكن مثلا اكون مش فاهم الحتة دي. ممكن. عيب، عيب. مين اللي مش فاهم؟ انا فاهم. انت اللي مش فاهم، انا اللي بفهمك. تعالى بقى نشوف هي ليه ما قلتش انا في بداية او نهاية دي. انا ما قلتش ان في بداية، علشان انت زي ما انت شايف في حاجة اسمها نيجاتيف نمبرز. النيجاتيف نمبرز ديت ما بتخلصش. ما بتخلصش. يعني الخط ده ممتد الى ما لا نهاية، الممتد انا المفروض اكسر الشاشة واكمل كده. طيب يبقى الخط ده ممتد الى بايه؟ الى ما لا نهاية. اذا فانا عندي مفيش بداية. مفيش بداية، يبقى مفيش ستارت بوينت للانتجرز. طب ما تيجي نشوف، يمكن ليها اند بوينت، يعني يمكن بتخلص. تعالى كده. بتخلص؟ لا، برضه هروح كده لما لا نهاية، صح؟ طيب يبقى هي has no start point and no end point. دي الانتجرز ملهاش ولا ستارت ولا نهاية. بس كده يا معلم. طب وايه كمان يا مستر؟ شايف الخط؟ شايف النمبر لاين ده؟ شايف. طيب انا ممكن ارسمه كده أهو، بالطول. فرقت معاك في حاجه؟ ما فرقتش، هي. لا، هنا في فرق. هنا المفروض النيجاتيف هو اللي تحت. ايه ده؟ في ايه؟ المفروض النيجاتيف هو اللي بيشاور لتحت، عشان احنا قلنا under the sea level، under ground، below zero، وهكذا، صح؟ اذا فالنيجاتيف لازم يشاور لتحت. بس هنا مفيش حاجه. حاجه بقى اسمها الاوبزيت نمبر. ومع التحفه الفنيه اللي انا راسمها دي، نقدر نتخيل يعني ايه بوزيتيف نمبر. يعني ايه؟ يعني يا مستر ادي 3 بتبص في المرايه، لقت الاوبزيت بتاعها نيجاتيف 3. طيب يعني 3 لقت البوست الاوبزيت بتاعها اللي هو النيجاتيف 3. طيب افرض النيجاتيف 3 هي اللي بصت في المرايه، هي دي كده نيجاتيف 3، بصت في المرايه لقت الاوبزيت بتاعها اللي هي 3. اذا يا مستر يبقى كل نيجاتيف نمبر عكسه بوزيتيف، وكل بوزيتيف نمبرز عكسه نيجاتيف. يعني تعالى ناخد كام مثال، ممكن تدوني انت امثله. يلا. سامعك اللي بتقول 5 ونيجاتيف 5. ماشي، وانت كمان يا اللي بتقول 4 ونيجاتيف 4. ده ذكي ده بقى، قال لي يا مستر نيجاتيف 3 وعكسها هي ال 3. شاطر شاطر شاطر. قال لي نيجاتيف 10 عشان احنا لسه كاتبينها فوق، صح؟ و10. وانت لا. بص بقى، زميلكوا قال لي انا يا مستر 0 ونيجاتيف 0، وسكتنا وبصينا لبعض. 0 ونيجاتيف 0. طب يا حبيبي، هو انا قلت لك ان اصلا الزيرو ده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ انا ما قلتلكش. الزيرو ده ولا ليه نيجاتيف ولا هو نيجاتيف ولا هو بوزيتيف، يعني هو ولا نيجاتيف ولا بوزيتيف. طيب في الحاله دي، طيب يا مستر لو احنا مثلا قلنا الزيرو بس، عكس الزيرو ايه؟ عكس الزيرو في الحاله ديت هو نفسه. عكس زيرو هو زيرو بس. ايه تاني؟ بس كده يا معلم. وبكده عرفنا يعني ايه اوبزيت نمبرز. بس ليها اسم تاني. الاسم ده برضه مهم علشان ممكن تقابلوه في حته. اسمه هنا كده بقت additive inverse، ودي كلمة تانية للopposite numbers. طيب نبقى عارفينها علشان ممكن تيجي في مسائل هنا. طيب اللي بعده يقول لك comparing numbers، او انا ازاي هعمل compare between two numbers. في واحد شاطر قال لي يا مستر انا عارف
ان النيجاتيف كل ما زاد كل ما قل. يعني ايه؟ يعني مثلا لو نيجاتيف 10 فنيجاتيف 2 اعلى منه. ليه؟ مادية القريبة للزيرو. لو بصينا على النمبر لاين الجميل ده هنلاقي عندنا ان احنا عندنا نيجاتيف 8 ونيجاتيف 2، وبيقول لي مين الاكبر، نيجاتيف 8 اور نيجاتيف 2. مين اللي بذمتك قريب لزيرو، النيجاتيف 8 ولا النيجاتيف 2؟ باينه جدا يا مستر اهي. دي تقول دي ايه ده؟ باينه جدا يا مستر اهي، دي قريبه للزيرو جدا. يبقى هنا النيجاتيف 2 هي اللي قريبه للزيرو، والنيجاتيف 8 مش قريبه للزيرو. اذا فهنا النيجاتيف 2 اكبر من النيجاتيف 8، وبق السمكه بياكل الكبير. طيب يلا بينا، يلا بينا نحل الكام مساله اللي تحت دول. زوم. 4 ولا 3 اكبر؟ الله ينور عليك، 4. نيجاتيف 2 ولا الزيرو؟ احنا قلنا اللي قريب من الزيرو، ما بالك بقى بالزيرو نفسه، يبقى الزيرو نفسه اكبر طبعا. نيجاتيف 10 ولا 5؟ انا عندي ال 5 ديت يا مستر دي بوزيتيف. اي حاجه بوزيتيف تبقى اكبر من اي حاجه نيجاتيف. اي حاجه بوزيتيف تبقى اكبر من اي حاجه نيجاتيف، يعني زائد 5 هتبقى اكبر من ال 10. طيب نيجاتيف 8 ونيجاتيف 7، نيجاتيف 8 بعيدة أكبر من نيجاتيف 7، فمهما كبر صغر. يعني هنا النيجاتيف بيخلي الحاجة مهما كبرت صغرت. إذا فمعنى الكلام ده يا مستر إن النيجاتيف 7 هي الأكبر، مهما صغرت كبرت، صح. نيجاتيف 12 نيجاتيف 4 نفس اللي إحنا قلناه. قلنا مهما كبرت صغرت، ومهما صغرت كبرت، فهنا الأصغر هو النيجاتيف 4 يبقى هو الكبير. هنا الأصغر النيجاتيف 3 يبقى هو الكبير. طيب ركز معايا، لما تلاقي النيجاتيف تطبق اللي أنا بقول عليه ده بس. لما تلاقي النيجاتيف تطبق تقول تعمل اللي انا بقول لك عليه. ولكن لو في واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، روح بسرعه اختار ان البوزيتيف اكبر من النيجاتيف. خلي بقى السمكه ياكل البوزيتيف، البوزيتيف دايما اكبر من النيجاتيف. البوزيتيف والزيرو دايما اكبر من النيجاتيف. يلا خش بقى. مفيش بعد، صح. وبكده حصتنا النهارده تكون انتهت وخلصنا الدرس ده. ان شاء الله هينزل مراجعه على يونت 1 يكون فيها كل حاجه هتحتاجها عن يونت 1. وكمان هينزل ان شاء الله فيديوهات جديده للدرس القادم. ويا ريت نذاكر ونتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، لو ما اتفرجتش عليها يا ريت تتفرج عليها، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب. وبس كده، يلا مع السلامه.